وش هو هذا؟ سي كوا سا؟ وش هو هذا؟ وش هو هذا؟ هذا واش؟ ولا صونا قاص؟ حفيظ شو هذا انتم بعداكم هذا انتم تحتوا جو vous interdit de faire des choses comme ça. نهضر معاك ممنوع من نبتل. او ممنوع من نبتل الحوايج هذا. كيف هذا؟ الله سي. Vous l'enlevez immédiatement le compteur هذا. Tout de suite. كومبري هذاك اللي راه مخرج للشابوات اللي وكل حاجه ما تقعد، حاجه ما تقعد هذا يقول. هذه اليوم تطيح، هذه وهذيك اليوم يطيحوا اليوم. كي لا تدري هذا اللي راهم يديروا لنا هنا سي با بوسيبل صح. تبعت لي جماعه تاع الديريكسيون دو جماعه وين راه؟ ولا حاجه تقاد، ولا شابو يقاد، ولا شابو يقاد. نهضر معاك. Et vous avez une semaine, vous éradiquez toutes les extensions qui sont effectuées là. Il faut présenter tout le monde, sans exception. إذا هذه النقطة نقطة يعني نقطة هامة وهامة جدا. يعني ما لاحظناه من تشويه للعمران على مستوى هذا القطب العمراني هذا، ومن توسع خاصة أصحاب المحلات اللي راهم يقوموا بتوسعات يعني عشوائية. هذا العمل اللي راهم يقولوا هو عمل يعني لا إنساني ولا أخلاقي، يعني هو جريمة في حق العمران في حد ذاتها، جريمة في حق هذا القطب العمراني هذا. وأنا نقول باللي باش يعني اتخذنا الإجراءات وأعطيت التعليمات إلى السلطات يعني المدنية والعسكرية والأمنية من أجل التكفل بمثل هكذا تصرفات خارج إطار القانون، وسيعمل الجميع على تطبيق القانون. كل هذه التوسعات اللي تمت بطريقة غير قانونية سيتم إزالتها بقوة القانون، وسيتم عرض أصحابها على القضاء. نطلب مرة واحدة أخرى يعني من كل المواطنين أنهم يمنعوا هذا الناس هذو من القيام بمثل هكذا جرائم. لما يجي إنسان يعني عند عمارة ويبني محل بلا شاربونتون بوا يعني ويجيب له تريسيتي من العمارة ويدير يعني دي ترافو داميناجمون وحده لتمان، فهذا نظن باللي باش يعني عامل لا يقل يعني على القول عنه يعني ابسط شيء انه عامل اجرامي. فنحن لن نتسامح بمثل هكذا تجاوزات. كذلك المدير تاع لاديال كذلك اعطينا له تعليمات، المدير الجهوي كذلك اعطينا له تعليمات من اجل التكفل وابلاغ السلطات المحليه بكل هذا التجاوزات هذه. السيد رئيس البلديه وفيه فرقه تقنيه متكونه من الولايه، البلديه، الدائره، وكذلك يعني المديريات الاخرى كمديريه السكن وكذلك مديريه التعمير والبناء. وهذه اللجنه هذه ستقوم بالمعاينات حاله بحاله، وسيتم هدمها توسعه بتوسعه، ولا سنتيمتر يقعد في هذا الباب هذا. فالفوضى ما تخدم حتى واحد. هذا القطب العمراني هذا الناس ما على بلاش يعني اموال طائله يعني كلفت الدوله خاصه في اعمال البناء والاعمال تاع التهيئه. اليوم كذلك آلاف الملايير رانا نصرفوها على كذلك على المنشآت التربوية والمنشآت الأخرى حتى نجعل من حياة المواطنين والمواطنات يعني في أريحية تامة. ولكن مش يجيو ناس آخرين يعني بمنطق الفوضى أنهم يعكروا كذلك صفو الحياة في هذا القطب هذا، ويعكروا كذلك حتى العمران على مستوى يعني هذا المنطقة اللي سنتين أو 3 سنوات اللي تم الاستلام نتاعها. نبداو في الفوضى من اليوم، نبداو كذلك في هذه التوسعات العشوائية وبطريقة أقل ما يقال عنها أنها قبيحة غير مقبولة ولا إنسانية.